السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله يوم جديد من عند الفراخ بتاعتنا. النهارده يومنا ال22. طيب، احنا معانا العلف اهو، علفنا وسط زي ما احنا. هنحط عليه ايه النهارده؟ هنحط عليه بصلايه مقطعاها مش بشراها. ما خلاص ما شاء الله بقوا يعرفوا ان هم ياكلوا البصل يعني. فانا هحطها زي ما هي كده، مش هبشرها. وهحط معاها عسل اسود. تمام. طيب، انا هنا غاليه لهم حلبه اللي وعدتكم بيها، غليتها الحمد لله. غليت لهم اهي حلبه قد ايه، مثلا كوبايه حلبه كده. انا عاملاها في الكنكه، غليتها ومصفياها. ده الطفل بتاعها انا مصفياه. هبتدي انزل بيه هنا. الحلبه والعسل من الحاجات اللي بتظبط وزن الفراخ جدا، بتخلي السحب بتاعهم كويس على الاكل. مع البصل طبعا هم بيحبوا البصل، فان شاء الله يعني هتلاقوا السحب كويس معاكم. احنا خلاص بقى عدينا ال20 يوم، فاحنا عايزين كل الايام الجايه بقى ان شاء الله بامر الرحمن نكون من اهل الدنيا. حاجات تظبط الوزن معانا، عشان ان شاء الله على نهايه الدوره تبتدي تاخدي بقى النتيجه اللي انت عايزاها. الوزن يظبط معاكي، تطلعي باوزان كويسه ان شاء الله بامر الرحمن. تكون دوره خير عليكم ان شاء الله. عايزه الناس اللي كانت ابتدت معايا الدوره تكتب لي في التعليقات وتقول لي عملوا ايه، وصلوا لحد فين، وزن الفراخ النهارده معاهم كام. يعني تكتب لي في التعليقات النهارده عمر كام ووزنهم كام، عشان لو لا قدر الله في اي حاجه مش مظبوطه معاكي نلحق نظبطها. نلحق نظبطها ان شاء الله، ونبتدي ان انت تظبطي الاوزان معاكي ان شاء الله. كان في استاذه كريمه كده على طول بتكتب لي تعليقات، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر، ما شاء الله، تبارك الرحمن. مش عارفه مختفيه بقالها كام يوم، مش بشوف اسمها في التعليقات. يا ريت تطمنا عليها ان شاء الله. استاذه او استاذ يعني، انا ما اعرفش والله بصراحه، الاسم مش واضح قوي على اليوتيوب يعني. يا ريت بس تطمنا عليها ان شاء الله تكون بخير يعني. طيب، انا هنا خلصت العلف اهو. كل اللي هعمله هنا بقى الحلبه، هبتدي ان انا اقسمها هنا اهو واهو. ما تحسبوش ان انا بحط كتير. انا الجردل ده كبير يعني. الجردل ده اصلا انا كنت جايبه فيه حاجه شايله 3 كيلو، فاهمين؟ الجردل نفسه كبير مش صغير، فما تحسبيش ان انا حاطه كتير. انا احط بقى هنا واقسم لهم الاكل. النهارده الحمد لله الحمد لله اخيرا سمعت ان في نزول في اسعار الكتاكيت. في ناس النهارده استلمت على، بيقولوا والله في محافظات استلمت على 22، بس احنا عندنا هنا في اسكندريه لسه. اسكندريه ما شاء الله في موضوع الطيور ده طالعه السما. لسه سائله البيطري النهارده قال لي 28، بس برضو يعني يعتبر في نزول يعني. انا كنت مستلمه الدوره دي على 35، ففي نزول في الاسعار اللي لسه ما ابتدتش. احنا خلاص الايام الجايه داخلين على مواسم بقى، كل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. داخلين على مواسم، كل سنه وانتم طيبين. مفيش شهر يعني. احنا رمضان ان شاء الله بامر الرحمن، اللهم بلغنا رمضان، هيبقى على شهر 2. عندك مثلا بقى من 11 2 2 رمضان، 1 شعبان، 12 رجب. خلاص احنا داخلين على الموسم بقى، موسم المواسم كلها، رجب شعبان رمضان. فالناس اللي لسه ما جابتش او لسه متوكلتش على الله كده، تشوف الفيديوهات بتاعتنا كده الدورة اللي فاتت من اول يوم لحد اخر يوم. توكلي على الله، انزلي هاتيلك 10 فرخات جربي فيهم، هاتي 5 يا ستي جربي فيهم. توكلي على الله. احنا بنعمل مع بعض الوصفات يوم بيوم، ماشيين مع بعض الدورة يوم بيوم. توكلي على الله. اه جربي انت في بيتك. جربي لما تدوقي الرباية البيتي، مش هتملي منها ولا هتزهقي منها والله العظيم. والله عايزه اقول لكم انا جبت فراخ
يعني وانا بنضفها قرفانه، والنهارده وانا باكلها منتهى الزفاره منتهى الزفاره، بس عشان انا يعني اللي كانوا عندي الدوره اللي فاتت ما طلعتش لنفسي كتير. اللهم بارك، كان في ناس ياما عشمانه فيا، وكان في ناس ياما ما كانتش حاجزه معايا ولقيتها لا ومصممه وعايزه واخدت. فده اثر معايا، اثر على اللي انا باخده انا لبيتي. فما جبتش العدد اللي انا باخده كل مره، ما اخدتش العدد اللي انا باخده كل مره لبيتي، فده اثر معايا، عشان كده خلاني اشتريت الشهر ده، فاهمني؟ لكن انا غير كده انا ببقى عامله حسابي في الدوره بتاعتي. انا مثلا هاخد عدد اللي انا باخده لبيتي، عارفه انا باخد عدد ايه اللي بيكفيني لحد ما تطلع الدوره اللي وراها. بس المره دي انا زنقت نفسي. الناس اتعشمت فيا بصراحه وما حبيتش ان انا ازعل حد، بالذات لما شافوا التصوير بتاع الدوره اللي فاتت. فرق كتير فرق كتير، اللهم بارك، يعني الحمد لله رب العالمين في البيع عندي. فالناس اتعشمت بقى ان هي عايزه وصمموا يعني واصروا ان هم ياخدوا من الدوره اللي فاتت، فده اثر معايا في البيت عندي. فانا ما جبتش كتير، يعني انا جبت وراك كمان، جبت وراك وجبت فرخه كامله، بس مش قادره اقول لكم على كميه الزفاره. جوزي بيقول لي لا انت متحيزه بس اللي انت بتعمليه، قلت له لا والله، لا فعلا. اللي يجرب ياكل من ربايه البيت ما بيعرفش ياكل من بره، ده بجد يعني انا اللي بنضف نفس الطريقه بالميه وبالليمون وبالجنزبيل وبالملح، بس لا، فرق مرعى، وفرق رعايه. مرعى يا جماعه اللي هو الاكل اللي انتوا بتاكلوه، وفرق رعايه، وفرق نظافه. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين. فان شاء الله انا مش ناويه اعمل العمله دي تاني، يعني مع اني كل مره اقول هي دي اخر دوره، لا انا تعبت، لا انا اخر دوره، الاقي نفسي بضعف قدام الكتاكيت، عارفين اللي هو ايه، كانك بتشوفي بيبي. يعني انت تخيلوا يا جماعه، انت بتستلمي كتكوت من 40 جرام، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بتشوفي قدامك 2.5 و3 الا لا فرق شاسع، يعني فرق شاسع، فاللهم بارك يعني. بصوا الاساتذه التانيين الديك عمالين يتعاركوا، السبت التاني طالع فيه ديك مبهدلهم، عمال يتعارك كل شويه. اول بالذات لما كمان اعرف ان انا بحط الاكل بيفرد بقى سيطره بقى، فاهمين؟ بقول لكم اول ما بشوف كتكوت بضعف بقى خلاص. انا يعني اول بس ما البيتر يبقى عنده ايه النهارده، اعمل كام، عمل كذا، طب ماشي احجز لي، ما بقدرش اقاوم. غير طعمتها وشربتها ونظافتها اللهم بارك يعني. واللي اخد مجرب وعارف. انا احط اكل للتانيين وكده الحمد لله. طب ثانيه واحده خليكم معايا نحط اكل واوريكم. هما انا حطيت لهم الميه، حطيت اللي انا انزل الاكل، بسم الله. عايزه اقول لكم ان انا بفكر جديا انزلهم على الارض، بس اللي مانعني ومكتفني موضوع النشاره، ما ينفعش احطهم على الارض على طول، بالذات ان احنا خلاص الجو هوا، فمش هينفع خالص ان انا احطهم على الارض مباشر كده من غير فرش. لو حد من اسكندريه يا جماعه بيتابعني يقول لي اجيب نشاره منين، كانها ممنوعات والله العظيم، مش عارفه النجارين بيعملوا كده ليه، مش عارفه بجد. وبعدين ده كانت ببلاش، يعني كانت ببلاش حرفيا. دلوقتي عشان تجيبي شويه نشاره تدفعي فيهم بالميت 50 جنيه. فمش عارفه في ايه. دعواتكم كده بتيسير الحال ان شاء الله الاقي نشاره، واول اوعدكم اول ما الاقي نشاره هنزلهم على الارض على طول. على الارض بقى كتكوت ياكل ويمشي ويبقى براحته، فاهمين؟ تربيه الارض برضو بتفرق عن السبت او عن البطاريه او عن اي حاجه انت بتربي فيها يعني. تعالوا نزود لكم حبه انتوا كمان، عشان كده بقى ايه اشوفكوا الصبح كده، ابقى عامله اللي عليا معاكم واشوفكوا الصبح. اوعى طيب كده. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، يومنا عدى على خير. اشوفكم بكره في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. النهارده كان يومنا ال 22 عدى على خير الحمد لله. اشوفكم بكره في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.